ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين كده هو بنعمل الفطير. هنعمله مع بعضينا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتخلي معاكي الفطير طالع مورق وطري في نفس الوقت وحلو جدا. كفاية ان انت عاملاه بنفسك في البيت، احسن من ان انت تشتريه بره. ضامنة نظافة الحاجة وضامنة نوع السمنة اللي انت حطاه. خليكم معايا واحدة واحدة واحنا هنعرف النهاردة عملناه ازاي وطلع بالنتيجة ديك وباللون اللي انتوا شايفينه دوت. انا عندي هنا هو العجينه بتاعتي دي بتاعت نص كيلو دقيق. الطريقه انا هقولها لكم، خليكم معايا واحده واحده. العجينه بتاعت النص كيلو عملتها هنا هو 4 فطاير. في الفيديو اللي فات كنت عاملاها 5 فطاير. تمام، النهارده هعملها 4 فطاير بس عشان تبقى الفطيره كبيره شويه. حابه تعمليها واحده اعمليها، حابه تعمليها 2 اعمليها، على حسب ما انت عاوزه حجم الفطيره قد ايه. انا هنا هو النص كيلو هعمله 4 فطاير. بعد ما بقطعها باجي على الرخامة كده او على الترابيزة اروح مكوراها كده. التكويرة ديت بتقفل العجينة بتاعتي من تحت، زي ما انا وريتكم كده العجينة بتكورها كده هو وبتقفلها من تحت. بجيب صينية بدهنها زبدة او سمنة المتاح عندك واحطها من على الوش ومن تحت واغطيها بكيس واسيب العجينة بقى تريح حوالي ربع ساعة نص ساعة. كل ما تسيبيها تريح كل ما تفرد معاكي بسهولة جدا من غير ما هتحتاجي نشابة ولا اي حاجة خالص. ببدأ احط على الرخامة بتاعتي او الصينية اللي هفرد عليها شوية سمنة وببدأ افرد على العجين زي ما انتوا شايفين كده هو بتتفرد معايا بكل سهولة. انا النهاردة هعملها بطريقة اللف كأننا بنعملها رول. المرة اللي فاتت عملنا رول بالنص كيلو كله وبعد كده قطعناها، لا المرة دي هعمل فطيرة فطيرة رول. خليكم معايا واحدة واحدة. كده انا بعد ما فردتها ببدأ بقى ارش الزبدة بتاعتي او السمنة. هنا ما بتاخدش، يعني نوع الفطير دوت ميزته ان هو ما بياخدش سمنة كتير خالص، غير الفطاير التانية ان انت تعملي رق رق. لا زي ما انتوا شايفين كده هو لمسة زبدة كده هو واروح ابدأ الف. ما بحتاجش تاني زبدة خالص الا ان كان في الاخر بحط على وشها، مش اكتر من كده. بصوا بسم الله ما شاء الله اتلفت معايا بكل سهولة. دي كده اول فطيرة معايا. انا بعمله وبحطها تاني برضو في الصينية واغطيه عشان الفطير يريح معايا، لان لسه هنعمله تاني. بصوا بسم الله ما شاء الله لمسة خفيفة كده من الزبدة بتاعتي او السمنة. مش متاح عندك زبدة، بتحطي شوية سمنة على شوية زيت وتعملي الحاجة. يعني ما تعقديش نفسك، إيه المتاح عندك اعمليه. مش متاح عندك سمنة وحابة تعمليه بزيت اعمليه مفيش مشكلة. بعد ما سبتهم عملت الاربعة وسبتهم ترتاح. بصوا بقى ركزوا بقى معايا في الحتة دي، العجينة بقى بتاعتي ارتاحت فبدأت تفرد زي ما انتوا شايفين كده هو. بصوا بفرد الرول اللي انا عملته بفرده كده هو، اشد العجينة واروح لفة، اشد واروح لفة. انا مبطئه لكم اهي الحتة دي عشان تاخدوا بالكم منها. بشد كده هو واروح لفة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهو يعني هلفها كلها بقى، هلفها كلها كده زي ما انتوا شايفين كده هو. بلفهم بقى الاربعة واحطهم في الصينية واحط برضو رشة سمنة عليها من فوق واسيبها تريح. كل ما تسيبي العجينة معاكي تريح كل ما هتفرديها كويس جدا. انا هنا هو بعد ما عملت الاربعة جبت بقى على كل واحدة كده معلقة زبدة ورحت حطاهم على الوش كده هو. نوع الزبدة اللي انا مستخدماها هنا هو في الفطير نوع الزبدة زبدة بقري. تمام، دي بتبقى خفيفة وحلوة. وبعد ما بحطها بروح مغطيها بكيس واسيبها حوالي نص ساعة كده هو تريح براحتها. بجيب بقى الصينية بتاعتي او الصاج زي ما تحبي، حابة تحطيهم في صواني صغيرة عندك، حابة تحط عندك صاج حطيهم الاربعة مع بعضيهم. لو خدتوا بالكم بتتفرد معايا بكل سهولة. بفرد من النص لبره، مش من بره الاول، لا من النص لبره كده هو. بصوا بسم الله ما شاء الله بيتفرد معايا بكل سهولة وبيطلع مدور وحلو جدا. وما ترققهاش قوي عشان الفطيرة ما تطلعش ناشفة معاكي، يعني خلي السمك المظبوط. في المرحلة ديك بقى وانا بفرد العجين بتاعي بكون مولعة الفرن بتاعي عشان يبقى الفرن سخن وانا بحط الفطير. الفطير بيحتاج نار عالية ما بيحتاجش نار واطية، عشان لو النار واطية هتبص تلاقيه صمد معاكي وما استواش كويس. ماشي،
ده كده بيكون الفطير بتاعي بعد ما خلص. شايفينه بسم الله ما شاء الله، الفطير بتاعي طالع مورق وحلو جدا ولونه ذهبي من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفينه كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، شوية فطير تحفة. بصوا لو خدت بالكوا هتلاقي الفطير طالع مورق جدا وطري كمان في نفس الوقت، مش اللي هو ناشف. زي ما قلت لكم، عاوزة الفطيرة تطلع معاكي طرية بتعملي سمكها بيبقى تخين شوية، لكن لو رققتي الفطيرة هتبصي تلاقيها نشفت معاكي وبقت مصمدة كده هو ماشي. وملحوظة كمان، الفطير اول لما يطلع تغطيه، خدي بالك من المرحلة دي كويس جدا. نيجي بقى لعجينة الفطير بتاعتي. عجينة الفطير انا قلت لكم مستخدمة نص كيلو دقيق، ودي عملناها في اكتر من فيديو، عشان كده انا بقيت اجيبها في اخر الفيديو عشان ايه ما تزهقوش مني. بحط معلقة كبيرة من السكر، وبحط حوالي نص كوباية من المية كده هو، واقلبها في السكر كويس جدا، ونص كيلو دقيق عليهم معلقة صغيرة من الملح، واقلبهم كويس جدا. ابدأ بقى اعجن الدقيق تدريجيا بالمية، احط شوية بشوية عشان الدقيق بتاعي يكون عرق كويس جدا. ما الدقيق بتاع الفطير ما بتحطيهوش المية مرة واحدة، بتحطي المية تدريجيا. وخدي بالك من الملحوظة دي كويس جدا. ليه بتحطي المية تدريجيا؟ عشان تكون معاكي عرق كويس جدا. كمية المية قد ايه؟ في النص كيلو 280 ملي من المية. بعد ما كده هو بعجنها كويس جدا، بجيب حوالي معلقة زبدة كده هو، واروح حطها في العجينة وادعكها كويس جدا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واخدين بالكم انتوا متهيألي من العجينة؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، طرية وملمسها حلو جدا واتعجنت حلو قوي. يعني انت لو ايدك تعبت من العجين بتعجنيها شوية وتريحي ايدك، وبعد كده تعجنيها تاني. بعد ما بتخلصيها عجن كويس جدا بتحطيها في كيس، ودي اهم مرحلة، واسيبها تريح بقى حوالي نص ساعة. دي كده بتكون معايا عجينة الفطير، وبتبقى معاكي عجينة ناجحة 100%. وبألف هنا وشفا على قلبكم.